السلام عليكم أصدقائي المغاربة والجالية المغربية أينما كنتم، وأصدقائي المصريين أينما كنتم يا مرحبا. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم جدا كيخص أو كيخص بالأخص الناس اللي مزوجة من خارج المغرب أو الناس اللي مزوجة من المغاربة، يعني الأجانب اللي مزوجين بالمغربيات أو بالمغاربة الرجال أو الإناث، أو المغربيات المتزوجات بالرجال من خارج المغرب. وكما تعلمون أن الدولة المغربية أو وزارة العدل المغربية أو محاكم الأسرة المغربية كتدرس واحد العديد من القوانين باش تنزلها على أرض الواقع. وهذه القوانين كتخص الأسرة المغربية أو المغاربة أينما كانوا، سواء المغربية اللي مزوجة خارج المغرب أو المغربي اللي مزوج خارج المغرب، حتى هذه القوانين كتخصهم هما أيضا. فالهدف من هذه القوانين هذه وهي المساواة بين المرأة المغربية والرجل المغربي. في حين تزوجت مغربية أو مغربي تزوج أي وحدة أجنبية وحصل لا قدر الله طلاق، فمن حق الزوجة تاخذ البيت وتاخذ كل ما يملك الرجل، او كيقسموا داك الشيء مع بعضياتهم. يعني ماشي غير تزوج بشي مغربيه ولا شي حاجه وملي تطلق صافي راه ما كتعرفها ما كتعرفك. فالقوانين اللي كتنزل الهدف ديالها هي ضمان حقوق المرأة المغربية أينما كانت، وأي مرأة أجنبية متزوجة بمغربي أينما كان. هذا هو الهدف من هذه القوانين التي ستنزل قريبا وستطبق حرفيا في المحاكم المغربية وخاصة محاكم الأسرة. والهدف من هذا الفيديو وهو اللي بغيت نوصل لكم أن المغرب أيضا كيدرس واحد القانون اللي هو كيهم الناس اللي مزوجين بالمغربيات أو المغربي المتزوج بأجنبية. فالمغرب أيضا يدرس قوانين مهمة غادي ينزلها من بعد هذا القانون الجديد اللي خرج ديال الأسرة، وهو إعطاء الجنسية للشخص المتزوج بمغربية أو الأجنبية المتزوجة بمغربي لضمان أيضا المساواة فيما بينهم. يعني لو كنت مزوج بمغربية وأنت أجنبي ستحصل على الجنسية. هذا ما سمعت، يعني الشيء اللي سمعت بأنه ايضا الدوله او وزاره العدل المغربيه كتدرس القانون، غادا تدرس هذا القانون اللي كتشوفوا حتى هو من المساواه، وهو انه اعطاء الجنسيه المغربيه للرجل المتزوج بمغربيه. اي رجل حول العالم مزوج بمغربيه، الدوله غادا تدرس واحد القانون باش تنزلو وتعطي الجنسيه لهذا الرجل الاجنبي او المراه الاجنبيه المتزوجه بمغربي لضمان ايضا المساواه فيما بينهم، أو حينما يحصل أي مشكل أو أي طلاق تكون الأجنبية المتزوجة بمغربي ضامنة حقوقها الحقوق ديالها، أو المغربية المتزوجة بأجنبي أيضا تحصل على حقوقها. فهذه القوانين ستدرس أيضا، وهذا وستدرس لأن هذا ما سمعت أن بعد القانون ديال الأسرة اللي غادي ينزل قريبا غادي يدرسوا أيضا قانون إعطاء الجنسية بشكل رسمي لأي مغربي متزوج بأجنبية. يعني الأجنبية أي أجنبية متزوجة بمغربي، أو أي مغربية أو أي أجنبي مزوج بمغربية. وباش تعرفوا بان هذه المعلومات اللي كنجيب راها من المصدر ديالها، يعني من مكان اخراج القوانين في المغرب واللي هي الرباط. انا في الرباط كنجيب لكم ديك المعلومات، ها صوما تحسن ورايا، منها كنعطيكم معلومات ومنها تساروا شويه معايا شويه في المغرب. كما قلت لكم المصدر كنجيبو من بلاصتو، راني في الرباط دابا كنتاكد لكم من هذه المعلومات باش نجيبها لكم. المهم هذه القوانين هذا الشيء اللي قلت لكم يعني من قبل، يعني هذاك قانون الاسره راه كاين بصح، كاين يعني غادي ينزل قريبا، غادي تولي يعني ديك المساواه ما بين المراه والرجل، بان المراه تحصل على
نصف ما يملك الرجل بعد الطلاق او شي حاجه بحال هكذا. هادشي هذا راه غادي يكون قريبا. اما فيما يخص الحصول على الجنسيه المغربيه للاجنبي المتزوج بمغربيه او المغربي المتزوج باجنبيه، الزوجه ديال الحصول على الجنسيه، هادشي هذا عاد غادي تدرس وعاد غادي يتطرح امام البرلمان المغربي وداك الشيء. يعني كاين شي اخبار كتاكد بان هادشي غادي يدرسوه وغادي يشوفوا واش يعطيو الزوجه ديال المغربي الجنسيه والزوج ديال المغربيه الجنسيه ولا لا، لان هادشي هذا كيشوفوا حتى هو كيضمن المساواة ما بين المرأة والرجل من خلال الحصول ديالهم على الجنسية المغربية. واستمتعوا معايا بجمال صومعة حسان الرائعة والجميلة. معليش الحرارة اليوم شوية كتصبح. الضريح ديال محمد الخامس كما ترونه أيضا هو مورايا، يعني المعلومات كنجيبها لكم من المصدر. ودابا انا في اتجاه للضريح ديال محمد الخامس، خليكم معايا، انا غادي نوريكم شي بلايصات مزيونين وشي مناظر وشي اماكن رائعه جدا في صومعة حسان، وشي اشياء رائعه. خليكم معايا، انا غادي نوريكم هاد الاماكن هادي. كنت باغي ندخل للضريح ولكن للاسف مليء بالسياح فداك الشيء علاش ما غادي نصور لكم غير المسجد ديال حسان موجود جنب الضريح، المسجد التاريخي والرائع والقريب من الضريح وصومعة حسان. سأدخل للضريح محمد الخامس. هذا هو الضريح. واحد العديد من السياح، كاين ديك المرشدين معاهم كيشرحوا لهم. ايوا هذا مكان، هذا هو ضريح محمد الخامس اللي خرجنا منه. هذا مسجد حسان، هذا اللي ورايا. كما ترون مناظر رائعة، وهؤلاء سياح يأخذون الصور مع الحارس الملكي. باش نزيد نأكد لكم المعلومة مزيانة، هذا هو برج محمد السادس، غير واخا بعيد عليا شوية، ما كرهتش يكون حداه، كنت حداه تصورته ولكن بعيد عليا، ولكن غادي نحاول نوريكم بعضا منه. هذا البرج وهذه هي الرباط، وهذا هو محيط صومعة حسان الرائعة والتاريخية. مناظر جميلة تحيط بهذه المعلمة التاريخية. نعم، إنها مناظر جد رائعة، يعني أي حد جا المغرب لازم يجي لهاد صومعة حسان، يعني من الأماكن الرائعة والجميلة جدا، يعني إلا جيتو غادي تستمتعوا بالجمال وبجمال مدينة الرباط اللي كتجي لها كتحس بأنك في دولة أوروبية أو في مدينة أوروبية أو في مدينة حديثة مليئة بالتاريخ. ايوه هذا مكان. اما هنا مداخل مسجد حسان الرائع التاريخي. كما ترون هذا المسجد هذا تملأه الزخارف
حينما تقترب منه تحس أنك أمام معلمة أو لوحة فنية رائعة. يعني حينما ترى هذه الأماكن تحس أنك ترى التاريخ بعينه. أما باب المسجد فهي رائعة جدا. حينما تقترب منها تحس بأن يد الصانع المغربي يد من ذهب. هذه هي باب مدخل مسجد حسان الموجود في الرباط. حينما تنتهي من زيارة صومعة حسان تخرج أمام الباب، يعني مدخل الصومعة، ستجد معلومات كثيرة عن الصومعة وعن ضريح محمد الخامس. هذه المعلومات موجودة أمام الباب، هكذا هي بجميع اللغات الإنجليزية والفرنسية. ثم Pero el otro tiene, ese tiene, ¿cuántos siglos? معلومات رائعة جدا. جميع الزوار وكل من يأتي إلى هنا يرى هذه المعلومات الرائعة.